آه، ده دور لدكتور باسم أمين. الدور ده كان بليدز في 2020. كان الدور ده دور كان بيلعب فيه E4 على السيسيليان. طيب، لعب E4 اللي قدامه رد D6 في الأول بيرك، نايت F3، نايت F6، نايت C3، وهنا لعب C5. في حد اتكلم ولا حاجة؟ اوكي. طيب، يبقى هنا الأول الافتتاح كان بيرك. يعني الأول الأبيض هنا لعب E4 رد D6، نايت F3، نايت F6 هات البيدق، لعب نايت C3، وهنا لعب C5. C5 اللي هو الاستراكشر بتاع الدي 6 ده. وتلاحظ هنا ان البيرك من افكاره ان هو يا اما يلعب E5 ويبقى بيدق ملك بيدق ملك، والشكل ده الاستراكشر ده بنسميه فولدر، او ان هو يقلب C5. فتلاقي دايما بتاع البيرك او اللي بيلعب بيرك دايما يا اما عاوز يلعب C5 يا اما E5 عشان يبدأ ان هو ياخد السنتر مرة تانية. فلما لعب C5 هنا ده بقى شكل اللي هو السيسيليان. فهنا دكتور باسم لعب D4، فالاسود اكل بيدق في بيدق، فالابيض اكل بالنايت. كده الدور بقى اوبن جيم، يعني دور مفتوح. ده لان الابيض هنا فتح عمود الدي، والاسود هنا يعتبر فتح عمود الايه السي. اوكي، الاسود حاليا ما عندهوش سنتر، لكن اللي بيميز الافتتاح ده انه بيأخر السنتر شوية، بس على الاقل بيمنع زقات العساكر للصف الخامس. طيب، هنا الاسود لعب A6، وده بنسميه افتتاح الايه سيسيليان. ايه، مين يعرف؟ مصدرف. ايوه، ده كده دخل في تفريع سيسيليان ناشدورف. سيسيليان ناشدورف اللي بيميزه ان هو بيراقب مربع البي 5 ده عشان ما يدخلش اي حصان هنا او اي فيل هنا. ده رقم واحد. رقم اتنين انه بيأجل العسكري ده شوية، لسه ما يعرفش هيلعبوا E6 ولا E5. لسه ما حددش هل هيلعبوا E6 ولا E5. بناء عن ايه؟ بناء على الانتشار اللي هيعمله الابيض. الابيض حاليا هيبقى محتاج ينتشر بالافيال، فبناء على انتشار الفيل او البيشوب هيبدأ ان هو يختار هيلعب E6 ولا هيلعب B5. طيب، برضو من الافكار اللي بيحاول ان هو يعملها الاسود انه يبدأ يطرد الحصان اللي موجود على السي 3 ده بالعسكري بتاع البي، عن طريق ان هو يزقه بي 5، لان العسكري بقى حامي مربع البي 5 خلاص. وبعد كده يبدأ ان هو يطرد الحصان. بس العملية دي مش بيعملها بدري، بيحاول ان هو يعملها غالبا وهو بيكون مبيت، عشان ما يبقاش في اي كشات او اي هجوم يحصل على الملك، او اي تأخير يحصل في الدور يسبب له انه يتحط في مشاكل. حاليا النايت ده لما بيخرج بيبقى دايما العسكري ده مراقب المربع ده، فبيمنع زقة الاي 5 على الحصان. فحاليا الحصان ده واقف مرخم شوية على البيدق ده، يعني الحصان ده هيفضل واقف مراقب العسكري. فحاليا هو لو قدر ان هو يطرد الحصان في توقيت صح، هيبدأ يعمل مشاكل كبيرة جدا على بيدق الايفو. اوكي. طيب، وكمان من الافكار اللي بتساعد لما اوصل ان انا اطرد الحصان ده، ان الحصان ما بقاش بيبقى مراقب مربع الدي 5. يعني الحصان ده لما بيطرد مش بيبقى مراقب مربع الدي 5. فالاسود بيكون من افكاره برضو انه يضرب السنتر او يكسر السنتر للخصم بدي 5، سواء بقى هو ناوي يلعب اي 6 في دي 5، او ستراكشر البادئ يبقى اي 5 ويوصل ان هو يكسر السنتر للخصم بدي 5.
طيب حاليا تعال نشوف دكتور باسم اختار انهي نقله. اختار نقله بيشوب بيشوب سي 4 اللي هي مشهوره بلاين السوزن اتاك. واللاين ده كان مشهور بيه بوبي فيشر، كان بيلعبه بشكل قوي جدا، وكان دايما مشهور الافتتاح ده ان بوبي فيشر من احسن الناس كان بتلعب الافتتاح ده. طيب آه، حاليا الاسود اختار انه يلعب اي 5، والنقله ديت مش برشحها للاسود، هي مش نقله خاطئه، لكن النقله دي بتعمل مشاكل كبيره جدا في الدور. الاسود هيكون دقيق جدا في لعبه، لانه هو قرر من بدري انه يبدا انه يسيب الوتر ده للبيشوب. معظم اللعيبه الاقوياء بيحاولوا ان هم يلعبوا، لما يجوا يلعبوا في المنظر ده بيلعبوا الى حد ما اي 6، بحيث ان هو يقفل الوتر ده على الفيل الابيض، وكمان يقدر ان هو يطرد الفيل ده براحته بعد كده. كمان بيبدا ان هو يمنع نطه الحصان للدي 5، فيبقى مراقب المربع ده كويس، ويمنع كمان نطه الحصان ده في اي لحظه لمربع الاف 5. فالعسكريين دول بيكونوا كويسين جدا في مراقبة الصف الخامس. ممكن يوصل دي 5، ممكن يوصل اي 5. والشكل بتاع الاي 6 ده بنسميه ايه؟ اي 6 ودي 6، مين يعرف الاستراكشر ده اسمه ايه؟ شفننجن. شيفنينجن. شيفنينجن مع الاي 6 بيكون اسمه شيفنينجن ناشدورف. والشكل ده مشهور جدا ومريح جدا للاسود. الاسود مش بيعاني منه في اي مشاكل او اي تريكات، بل بالعكس ان هو بيحاول ان هو يطلع بالفيل ويبيت زي البني ادمين، ويبدا ان هو يلعب بي 5 ويبدا يطلع الفيل، او انه يطلع نايت سي 6 في بيشوب دي 7 في روك سي 8 وينتشر ببقيه القطع. طيب حاليا هو اختار نقله، اللي قدامه اختار نقله الاي 5 ديت، وبسببها بدا يظهر الاضعافات على العمود الدي. بدا يظهر ان في عسكري هنا مفيش عساكر حامياه من ورا، فده اسمه باكورد بون، عسكري متاخر. وكمان بدا يظهر مربع ضعيف جدا، لان انا قلت قبل كده ان مربع موجود في فايل مفتوح، مربع سنتر موجود في فايل مفتوح، المربع ده بيبقى خطير جدا، ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا، اللاعب ما يقدرش ان هو يدافع عنها او يراقبها. فحاليا في عسكري، في بيشوب، في نايت، في كوين كمان. بعد ما الحصان ده ما هيمشي هيبقى مراقب مربع الدي 5. اصبحت فكره انه يلعب دي 5 تعتبر حاليا فكره مستحيله انه الاسود يوصل لها. طيب حاليا الفكره كلها في النايت ده، يا ترى هيروح فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ المربع ده من النادر انك انت تلاقي حد بيروح المربع ده، لان البيشوب بيكون موجود او مراقب المربع. لو الحصان اتحط فيه على طول بيتقص او بيتاكل، علشان الحصان في مربع زي ده بيكون خطير جدا، وبيبقى ضاغط على مربعات حيوية عند الاسود، بيبدأ ان هو يشل حركة البيشوب، وبيسموا الحصان في المربع ده كيلر نايت، حصان مميت. بس في البوزيشن ده يقدر انه يلعب نايت اف 5 بفكرة ان حتى العسكري لما يمشي، يعني لما يجي ياكل فيل في حصان وانا اكل، هل يقدر يوصل لدي 5؟ لا، لان في كوين وفي نايت وفي بيشوب مراقبين المربع. الفكره دي كان يعني لو الفيل ده ما كانش موجود هنا مثلا وكان موجود هنا، ساعتها لما يجي يلعب اي 5، اي 5 هنا مش مضره، شبه البيشوب وهو واقف هنا ومراقب مربع زي الاف 7، مربع زي الدي 5، مربع زي الاي 6. اصبح لو النايت ده راح هنا فيها مشكله. اشمعنى؟ لان البيشوب لما ياكل والبون ياكل ساعتها بيبقى فيه دي 5. وفي بعض الاحيان في ناس ما تاكلش النايت وتبدا تلعب دي 5 على طول، بحيث لو قرر ياكل هنا الحصان ده متعلق، ولو قرر ياكل هنا بياكل، ولو قرر ياكل هنا بياكل، ولو قرر ياكل هنا يبدا يكسب قطعه. علشان كده فكره بيشوب سي 4 اي 5 نايت اف 5، حاليا المربع ده
يعتبر مربع قوي للنايت. كمان النايت لو يعني البيشوب ده طلع هنا هيعمل مشاكل على النايت، بمعنى ان الفيل ده مشلول، الحصان ده مطلوب، البيدق ده مضغوط عليه، في مشاكل كبيرة جدا. النايت ممكن يدخل، حصان لو حب يرجع برضو من هنا هيلاقي مربع متاح له ومربع قوي جدا. فالبوزيشن كده مش هيكون لطيف لو النايت ده فضل موجود هنا، فلازم ان هو يتاكل. والاسود هنا عمل كده، فدكتور باسم بدأ ان هو ياكل بالبون. طيب حاليا الدور على الابيض، فالابيض على طول انتهز الفرصه. الدور على الاسود، فالاسود بدأ ان هو يلعب بيشوب اي 7 عشان يبدأ ان هو يبيت بسرعه. فهنا الابيض انتهز الفرصه وبدأ ان هو يدخل في مربع الدي 5، مع انه ممكن ان هو ما يحتاجش ان هو يلعب لعبه زي دي، ممكن يبيت مثلا ولا حاجه. بس هو اختار اللعبه دي ليه؟ اختار اللعبه دي لان خلاص هو حاليا بيفرض السيطره الكامله على الدور، ان خلاص انت عمرك ما هتقدر تلعب دي 5. البدأ ده هيفضل يعني طول الدور ويكنس، عسكري ضعيف موجود في عمود مفتوح، فخلي العسكري بتاعك ده ورا. حتى لو اكلتني انا ممكن اكل تاني، ولو كلت يعني انت لو كلت بالحصان هاكل بالوزير، المره دي هبقى طالب كش هنا والبون ده، وساعتها الدور بتاعك هيخرب. فالحصان ده مش هتقدر انك انت تاكله، فالحصان ده عامل مشاكل بالفعل على الفيل، على المربع ده، على المربع ده، على المربع ده. فاصبح ال النايت عامل مشكله كبيره جدا على الاسود. طيب الاسود هنا قرر انه يبيت عشان يبقى حاليا مهدد حصان في حصان. بس عادي، حتى لو هدد حصان في حصان ممكن اكل بالبيشوب، ممكن افكر اكل بالكوين، على حسب انا محتاج اكل بايه. حاليا هو كمل انتشاره او كمل التعبئه بتاعته، بحيث ان يبقى المربع ده حاليا مطلوب او متهدد، والحصان كمان ممكن يخش. يعني مثلا لو لعب اي نقله زي كده ساعتها البيشوب ده هيعمل له مشاكل في المربع ده. الوزير لو مشى مثلا هتلاقي الحصان كمان بيبدأ ان هو يعمل مشاكل. ففي مشاكل هتبدأ ان هي تحصل على المربعات دي، سواء الحصان هو اللي دخل او البيشوب هو اللي دخل. طيب بعد بيشوب اي 3 هو هنا قرر انه ياكل الحصان على طول، فاكل بالبيشوب. فحاليا البيشوب، التو بيشوبس عاملين ضغط في الكوين سايد، وبيحرم كمان الكوين من المربع ده. فدكتور باسم كده يعتبر اخد ميزة الفيلين، وكمان معاه 4 بيادق في جناح الملك. يعني لو قرر ان هو يعمل بون ستورم، بدأ ان هو يزق البيادق في الاتجاه ده، هيبدأ ان هو يعمل مشاكل على الاسود، خصوصا ان البيدق ده في 5. يعني البيدق ده في لحظة هيوصل 6، هيعمل مشاكل كبيرة جدا على المربعات دي. طيب هنا اللي قدامه لعب نايت سي 6 بحيث ان هو يقفل على مربعات الفيل، فبدأ يلعب كوين دي 2 بيحضر للتبييت الطويل. فجاب الرخ على عمود السي، العمود المفتوح، بحيث لما الملك يبيت يبقى موجود روك. فهنا دكتور باسم قرر انه يبيت. بتبيت في عمود مفتوح عادي، لاني ممكن اخر نفسي نقله واخش بالملك جوه وابعد عن العمود المفتوح، والملك بتاعي يبقى في امان عادي. فهنا لعب نايت دي 4 بسرعه لان مفيش وقت يتاخر. فهو ما عندوش مشكله ان هو يضحي ببيدق، بس في سبيل البيدق ده يقدر ان هو يفتح للفيل الاسود بتاعه من مربع اف 6، ويبدا ان هو يدخل الكوين ويبقى عنده كاونتر على الملك. لان لو هو ما عندوش كاونتر هيخسر الدور ببطء. يعني على المدى الطويل هيبدا ان هو يخسر الدور طالما ما عندوش كاونتر، فلازم ان هو يعمل كاونتر. طبعا هو حط نفسه في مشكله، ان انا حاليا انا خسرت بايدك، بس لو انا ما قدرتش ان انا اعمل قصاده هجوم قوي اقدر ان انا اعوض بيه العسكري اللي انا خسرته ده، هخسر بسببه الدور. طيب بيشوب تيك نايت، بون تيك، كوين تيك، بيشوب اف 6، هات الكوين. فهنا دكتور باسم قرر انه يحرك الكوين في احسن مربع ليه، اللي هو مربع البي 4. اشمعنى ده احسن مربع؟ لانه بيراقب نقطتين ضعف، نقطة البي 7 ونقطة كمان الدي 6.
وكمان الكوين بيراقب اهم مربع فيهم هو مربع البي 2 اللي ضاغط من خلاله البيشوب. فحاليا الكوين ليها اكتر من وظيفة، فده يعتبر احسن مربع للكوين. لعب روك سي 5 بحيث ان هو يقطع طريق الكوين، وكمان يبقى مهدد انه ممكن يجي هنا فيبقى في ضغط على مربع البي 2. فهنا قرر انه يرجع بالبيشوب بسرعة، بحيث ان لو جيت هنا ما عنديش مشكلة، يعني مش هتعمل لي مشاكل، لان اقدر ساعتها اهرب بالكوين ان انا اكل البون مثلا اللي في الدي 6 ولا حاجة. فحاليا انا يعتبر معطل برضو الروك بتاعته. حاليا انا سايب بون هنا بس قصاده ممكن اخد البون ده، فمش هيبقى عندي اي مشكلة في الدور. طيب هنا هو لعب كوين سي 7، بدأ ان هو يضغط على عمود السي. فهنا بدأ ان هو يلعب جي 4 ويدافع عن البيدق بتاعه. طبعا هنا لو كل البيدق ده يبقى اعتقد هنا يبقى في بيدق زي ده وبيدق زي ده، والبيدق ده كمان ممكن يقع، فهتلاقي كل البيادق وقعت بسرعة. هنا كوين سي 7 جي 4، روك سي 8، خلاص ضغط 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 على عمود السي. فهنا بدأ ان هو يمشي بالملك، بدأ ان هو يزق على الوزير، هات الوزير، فبدأ ان هو يمشي بالوزير. فبدأ ان هو يزق تاني، عاوز يزق على الفيل الابيض عشان يبدأ ان هو يعمل ضغط على العمود بقى، او عامل ضغط على البيدق ده فعايز يطرد الفيل. فبكل بساطة الدكتور باسم لعب A4، مفيش بيادق هتزق عليا، ولو كلت هاكل برضو بالكوين عادي، والكوين يعتبر يعني قافل الدنيا كلها من الوتر ده. وكمان لو انا جبت روك من هنا هقدر ان انا ممكن افكر في كش مات من على فايل الاي. فهنا لعب روك بي 8، بدأ ان هو يحط الرخ على العمود بتاع الملك. فقام لاعب روك اي 1، هات بقى الكش مات دي. فبدأ ان هو يلعب اتش 6، فقام لاعب روك اي 8. من الافكار المهمه لما تكون انت متهاجم او مضغوط عليك، مهم انك انت تفك الضغط ده عن طريق التكسير، انك انت تشوف فين القطع المهاجمه عند الخصم وتحاول انك انت تشيلها. لما تشيل القطع المهاجمه دي هتخفف من عليك الضغط، وهتبدا تبين افكار مكسبك. فحاليا بعد تكسير الرخاخ دي هيبدا يظهر برضو هنا بيدق ضعيف بسبب وجود البيشوب. فالبيشوب اكل على طول، وحاليا طالب كش مات. فمشى بالبون، فزق على الفيل، هات الفيل، فمشى بالكوين فكش ملك، تعتبر كش ملك مات. طبعا ده دور بليتز، بس الغرض من الدور هي نقطة مهمة جدا، هي مربع الدي 5. مربع الدي 5 ده بعد زقة الاي 5 لازم تعرف تتصرف او تعرف تلعب الدور. الدور كله هيكون معتمد على المربع ده. لو انت قدرت انك انت تسيطر عليه كويس هيبدأ ان هو يسهل عليك الدور وانتشر كويس، بقيت الدور بتاعك هيبقى سهل مفيهوش اي افكار معقدة او افكار صعبة يعني. طيب حد مش فاهم حاجة في الدور ده؟ حد عنده اي سؤال؟ سؤال. هو النقلة اللي جاية اللي هي نايت اف 5، ايوه. ليه ما خدش حصان في بيدق الاسود؟ ليه ما كلش حصان في بيدق؟ لان دايما مم. بيبقى ال الابيض، عد كده قطع الانتشار. دايما بيقول لك ايه، لو في تريكه في الاوبننج واللي قدامك سابقك في الانتشار، حاول انك انت تحسب التريكه دي كويس جدا، لانك اكيد هتخسر حاجه. اوكي، اللي بيعمل جنبيت بيعمله ليه؟ عشان ينتشر، عشان ياخد قصاده انتشار. فانت هنا لو انت بصيت قبل ما ترمي حصان في بايدك، لو بصيت كويس للبوزيشن هتلاقي ان الابيض منتشر بكام قطعه؟ تمام. بالقطعه كلها. القطعه كلها ده منتشر وهو واقف في مكانه من غير ما احركه، ده منتشر، ده منتشر، ده منتشر، ده منتشر، انتشار قوي، مش انتشار عادي، انتشار قوي، لانه يعني وصل خلاص لانه ممكن يديك كش مات. ده كيلر ناين. فحاليا والوزير برضه يعتبر منتشر لانه في عمود مفتوح ووتر مفتوح، حاليا يقدر يوصل في اي مربع في نقله.
فحاليا يعني حوالي 5 قطع منتشرة، وانت ما عندكش غير قطعة واحدة بس هي اللي اشتغلت ودي انا هاكلها او ان انا ممكن استفيد منها. ده غالبا نقلة بلاندر او نقلة هتكون نقلة هي اللي هتخسرك الدور. فحاليا لازم تحسب الكشات. في الفبيدق دي مثلا لازم تحسبها. كوين دي 5 دي مثلا لازم تحسبها. بص كام نقلة، 1 2 اوكي 3. هل انت حسبت النقلات دي كلها؟ يعني انت حسبت مثلا لما اكل حصان في حصان فتاكل بالفيل مثلا فهاكل فيل في بيدق، فتاكل بالملك مثلا فهدي كش، فهتيجي مثلا وهاكل هنا واكل بعدها الرخ، يعني ترجع بالفيل مثلا فارجع اكل بكش تمشي بالحصان فبقيت حامي بالوزير. هل الحاجات دي انت حاسبها كلها؟ هل التركات اللي موجوده في الدور دي كلها انت حاسبها؟ هل مثلا حاسب مثلا ان الكوين يطلع في اف 3 مثلا ويسيب لك الحصان ده، ولما يشيل الحصان يبقى في مثلا ضغط هنا بالوزير والفيل؟ اكيد طبعا في حاجات كتير هتبقى انت مش حاسبها كويس. فعلشان كده الضغط ده كله صعب تفكر في تريك. اوكي، من الصعب جدا انك تفكر في تريكة في ظل بوزيشن مفتوح زي ده. فالناس اللي بتعمل جنبيت اصلا بيعملوا جنبيت ليه؟ علشان ياخدوا او يكتسبوا على الخصم انتشار. دلوقتي في ضغط كبير جدا على الملك وفي اوتار كتيره جدا مفتوحه، فبسهوله جدا الابيض ممكن ياخد ادفانتج هنا بسهوله. بص كده مثلا لو حبيت مثلا تشغل انجن في بوزيشن زي ده، انت لازم تكون انت من حتى من غير ما يعني تبقى انت مشغل انجن، انت لازم تكون انت واثق انك انت معاك افضليه في بوزيشن زي ده. بص هنا الافضليه داخله على الاثنين، يعني في كوين دي 5، في بص حتى تريك نايت تكس جي 7 برضو موجوده. بص كل النقلات هنا هتلاقيها موجوده او متاحه. يعني لو زودت كمان الدبث هتلاقيه بيجيب لك نقلات اكتر من كده. يعني مثلا في نايت تيك اي 4، في كوين اف 3 بدات تظهر اهيت، في نايت تيك اي 4 كوين دي 5، في كوين جي 4. بص كميه الحسابات اللي انت ممكن تخش فيها وكلها صح. اي نقله في البوزيشن ده للاسود هتعتبر صح، للابيض هتعتبر صح، بس بالنسبه للاسود نقلاتك هتبقى دقيقه جدا، وكمان انت خسران الافضليه. فهمت كده؟ فهمت الفكره؟ اه. طيب ازيك يا كابتن؟ ازيك يا محمد؟ إيه الاخبار؟ الحمد لله تمام. اخدنا دور دلوقتي الكابتن باسم امين اللي قدامه لاعب اي 5. فشفنا قد ايه ان مربع الدي 5 ده مربع رخم جدا. بعد ما شال الفيل الابيض المربع ده قد ايه مربع قاسي على اه الاسود. بيليكان كمل. طيب محمد انا معاك. ماشي اوكي، ده كده الدور الاول خلاص. تعال نخش على الدور الثاني. الدور الثاني E4 C5 نايت F3 D6 D4 تيك تيك نايت F6 نايت C3 A6. برضو الاسود هنا بيلعب افتتاح النشدورف، وهنا لعب بيشوب C4. برضو هنا الاسود اختار نفس النقلة بتاعة E5 مش E6. بيبقى مراقب شوية المربعات ديت كلها بتاعت السنتر دي، وكمان قافل على الفيل. لا ده لعب دي اي 5 وبيحاول ان هو يستحمل نقطة الضعف دي. احنا شفنا هنا نقلة نايت اف 5 نقلة كويسة بوجود البيشوب في السي 4. اما البيشوب في الاي 2 نقلة نايت اف 5 بعد نقلة دي 5 البوزيشن للاسود بيكون كويس. فلازم تبقى انت مفرق ما بين النقلتين او الفكرتين دول. بيشوب سي 4 اي 5. فهنا شفنا نقلة كابتن او دكتور باسم نايت اف 5. طيب هنا في نقلة تانية. الابيض هنا لعب نقلة نايت اي 2. خلاص هو لقى ان البيشوب طلع خلاص، فمن الممكن ان انا ارجع بالحصان بتاعي لورا
مش قافل على فيل ولا حاجة. وكمان الحصان ده هيبدأ إن هو يروح في طريق تاني أو خطة تانية، إن هو يبدأ يراقب مربعات ال F5 وال H5. ممكن في وقت من الأوقات الحصان ده يبدأ إن هو يضغط يخش في مربع من دول، وفي نفس الوقت مدافع عن ال E4 بون. عسكري ال E4 هيكون متدافع عنه بالحصان بتاعك، وفي نفس الوقت الفيل والحصان برضه مراقبين نفس المربعات. البيشوب مراقب مربع ال F7. فقطع الأبيض حاليا كويس. طيب هنا الأسود بدأ إن هو يطلع بالفيل عايز يبيت، فالأبيض بيت، الأسود بيت، وهنا لعب نايت جي 3. النقلة ديت من النقلات الحلوة جدا، إن هي بتراقب. هنا بتفتح كمان للوزير إنه يبدأ ممكن يخش في اللعب بسرعة. طيب هنا بدأ إن هو يلعب النايت سي 6. وهنا لما لعب نايت سي 6 الأبيض هنا بدأ إن هو يشوف البوزيشن بشكل مختلف. إن لو طلع نايت دي 7 الأبيض كان ممكن يلعب حاجة زي نايت اف 5، ضغط على الدي 6، ضغط على البيشوب. كمان البيشوب ده ممكن إن هو يشارك، الكوين كمان ممكن إن هو يشارك بعد كده، وهيبقى دور هجومي كويس للأبيض. فعشان كده طلع بالنايت من هنا. برضو مشاكل النايت لما يخرج من السي 6 إنه حاليا النايت ده مفيش حصان هيقدر إن هو يجي مكانه. يعني لما أضغط على الحصان ده مربع الدي 5 للحصان هيبقى كويس، فهقدر ان انا اخش بالنايت بتاعي من هنا. والنايت التاني كمان ممكن يشارك من الاتش 5، والكوين كمان هتبدا ان هي تشارك مثلا من على الاف 3 ولا حاجه. فالابيض هيكون كويس جدا في بوزيشن شبه ده. طيب تعال نشوف هنا الابيض لعب ايه. الابيض هنا لعب نايت دي 5 على طول. نايت دي 5 فاكل بالبيشوب، برضو سايب قطعه في المربع بحيث ان هي تعطل الدي 6. البيشوب حاليا ضاغط على الوتر كله، والضاغط كمان على الوتر ده بحيث انه يمنع ان اف 5 دي تتلعب خالص بوجود الحصان في مربع زي جي 3، وكمان الفيل رابط العسكري. طيب هنا لعب بيشوب دي 7، قام لاعب بيشوب اي 3 بينتشر بالفيل الثاني. لعب روك سي 8، قام لاعب سي 3 بحيث انه يراقب المربعات ديت ويمنع الحصان يدخل، وكمان بحيث لما يجي يشيل الحصان يبقى الرخ كمان مش ضاغطه هنا، عشان لما عاوز امشي بالوزير امشي براحتي مفيش حاجه تضايقني. هنا لعب بي 5، قام لاعب اف 4 على طول كده بحيث انه يفتح بقى فايل كمان الروك تضغط مع الفيل على مربع الاف 7. فهنا لعب بيشوب على الاتش 4. فهنا الابيض كمل باف 5، سايب له ان هو ياكل الحصان ويركب البيادق، لان هو مش هيبقى عنده اي مشكله لو عمل فكره زي دي. لو عمل فكره زي دي لما اجي اكل في فايل هنا هيتفتح، في كوين هنا هيخش، وغالبا الملك هيموت. فهنا الاسود قرر يلعب حاجه زي كينج اتش 1 بحيث انه يمشي بعيد عن الفيل الابيض وعن الربط. فهنا حاليا الابيض لعب كوين اتش 5، بدا ان هو يضغط على البون وضغط بطريقه غير مباشره على الفيل. فهنا لعب بيشوب تيك، قام واكل، فزق اف 6. حاليا الفيل ده عامل كات للملك، فالملك ده في مشكله. في باترن مات هنا المفروض ان هو مشهور جدا، لو انت يعني ذاكرت من كتاب هاو تو بيت يور داد هتلاقي الباترن ده اللي هو لما يكون الملك موجود والفيل قاطع عليه الطريق. في باترن ان انا بمشي بالملك عايز وزير في بيدق بكش ملك مات، رجع بالفيل وزير في بيدق كش مات. اوكي. فدايما الاسود لو ما قدرش ان هو يحرر نفسه بيبقى مضغوط بسبب مربع الدي 5 ده، ضغطه رخمه جدا. فدي مشاكل لما الاسود يلعب اي 5. المربع ده بيبقى مربعك اللي بتحاول انك انت تسيطر عليه بالقطع، وبتحاول ان انت تدخل فيه القطع بتاعتك وتبدا انك انت تهاجم وتضغط اكتر على الخصم. طيب ده كله كان تمهيد لدور
قوي جدا ما بين لاعبين أسطوريين، ميخائيل تال بيلعب بالأسود، وبوبي فيشر بيلعب بالأبيض. بوبي فيشر طبعا مشهور جدا بالسوزن أتاك، ويعني كان بيعمل تضحيات وبتاع. فبوبي فيشر بالأبيض قوي جدا قصاد السيسيليان، وكمان تال لعيب مهاجم شرس جدا جدا. طيب تعال نشوف مين كسب الدور كابتن، ده. هو مش ده الدور بتاع مم. مش ده دور لما فيشر ضحى بالحصان لا والطابية؟ ده فيشر خسر يعني. ايوه، ما ضحى بالحصان والطابية وتل خدهم وكسب. لا مش ده انا شفت الماتش ده قبل كده. يا عم، وانا لسه وريتك ان قالك ده ماتش تاني اللي انت تتكلم عليه. ده الماتش ده حاجة تانية. طيب تعال نشوف ماشي. كده الماتش ده. هنا الابيض لعب E4، الاسود لعب C5، الابيض لعب نايت F3، لعب الاسود D6 D4 تيك تيك، وهنا نايت F6 هات البيدق، نقلة ضرورية او نقلة مهمة، بحيث ان هي يعني تحاول شوية تجبر الابيض انه يطلع بالنايت. لان لو انت ما اجبرتش الابيض مثلا ولعبت حاجه زي كده، فممكن يلعب لك شكل من اشكال الماروكزي. الشكل ده بيكون رخم جدا، وبيسيطر على المربع ده اكتر واكتر، وكمان بيحاول ان هو يخلي في العمود المفتوح بالنسبه لك عسكري محمي بالفيل، وممكن كمان يتحمى بالبيدق. فبيكون شكل رخم جدا، مش عارف كمان تلعب B5 ولا D5، فبتبقى مزنوق بشكل اكبر. عشان كده بيلعب نايت F6 هات البيدق. فهنا فيشر لعب نايت C3، وهنا ميخائيل تال لعب A6، وده شكل الناشدورف. طيب هنا فيشر اختار النقلة بتاعته المعهودة بيشوب C4، وهنا ميخائيل تال اختار نقلة E6. النقلة دي نقلة هادية، نقلة حلوة، مفيش إضعافات قوي عندي، غير إن العسكري ده موجود على العمود المفتوح، بس حاليا في فيل في نفس الوتر بتاع العسكري هيفضل حميه مع الوزير. فأنا إلى حد ما متماسك، مفيش حتى حصان يجي لي من هنا يضغط لي على البيدق ولا حاجة. فأنا الحمد لله أنا كده يعني دوري متماسك. طيب الفيل ده إلى حد ما أنا قافل عليه التضحيات والكشات والحاجات دي، فأنا كده في السليم. عايز أطلع بفيلي وعايز إن أنا أبيت. هنا فيشر اختار بيشوب B3. ليش معنى فيشر اختار نقلة بيشوب B3؟ لأن الأسود لو زق البون هياخد تيمبو على البيشوب، وبعد كده ممكن يطلع بالفيل أو ممكن يزق على الحصان، عنده اختيار من الاتنين. فهو عشان يبعد عن وجع الدماغ ده بيرجع بالفيل لورا، ودي نقلة مشهورة في السيزون، بحيث لو لعب B5 بالمنظر ده ممكن أبيت، ممكن أفكر في F4، ممكن أفكر في E4، ممكن أفكر في A3. فأنا حاليا مش مضطر إن أنا ألعب نقلة أنا مجبر عليها، ممكن أطلع حتى بالبيشوب بتاعي في E3. فبيبقى عندي اختيارات كتير، بس مش ببقى أنا مجبر على نقلة معينة. فعشان كده بيرجع بالبيشوب. أكتر مكان يعتبر سيف للبيشوب هو مربع البي 3. حتى وأنت بتلعب إيطالي مثلا أو رايلو بيس، تلاقي نفسك برضو بترجع بالبيشوب بتاعك في مربع البي 3، لأن المربع ده بيكون محمي أكتر، بيكون مفيش تريكات ممكن إن هي تظهر، فالفيل بتاعك ده يبدأ إن هو يروح أو حاجة، فالفيل هنا في أمان. طيب هنا لعب بيشوب E7 ضروري جدا، او اللاعب المهاجم دايما بيبقى باصص على توقيت التبييض بتاعه امتى، عشان ده اللي بيبني عليه التريكات، وده اللي بيبني عليه الافكار بتاعته. دايما تلاقي اللاعب المهاجم الشرس قوي ده دايما هتلاقي انتشاره كويس، ودايما ملكه بيبيت في التوقيت الصح دايما. طيب هنا فيشر بدأ يلعب F4 نقلة
اجريسيف جدا. الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان في لحظة ما الابيض ضاغط دلوقتي حاليا على مربع الاي 6. ومربع الاي 6 ده اللي ضاغط عليه ده، العسكري ده قايم بوظيفة مهمة، ايه هي؟ ان هي مراقب مربع الدي 5. فلو قدر ان هو يضغط عليه تاني بالبيدق، يعني مثلا لعب اي حاجة فضغط عليه تاني بالبيدق، فمثلا زق، هيصبح المربع F3 او E2 او اي حاجة، اصبح المربع اللي احنا كنا عمالين نشوف عليه ماتشات ده بدأ ان هو يظهر اهميته وقوته، علشان يبدأ ان هو يعمل افكار مشابهة شوية للدورين اللي احنا شفناهم، ويبدأ ان هو يكسب بسببها في الدور. فهنا الفكرة من F4 دلوقتي حاليا فكرة مهمة، ان هو ممكن يبقى عايز يلعب F5 وممكن يكون عايز يلعب E5. عنده دي وعنده دي، ممكن ان دي تتلعب او دي تتلعب، لان العسكري ده يقدر يتزق وهيكون محمي، العسكري ده يقدر ان هو يتزق ويكون برضه محمي. فلازم انت كاسود تبقى مراقب حاجه زي كده. طيب تعال نشوف هنا ميخائيل تال اختار يلعب ايه في بوزيشن شبه ده. قرر انه يبيت، وهو حاليا شايف ان اي فتحه سنتر في البوزيشن ده هتكون مضره للابيض اكتر ما هتكون مضره للاسود، لان الاسود خلاص بعيد في جناح، يعني بعيد جدا عن السنتر. فحاليا اي فتحه في السنتر هيتاذى بسببها الابيض اكتر من الاسود، لان حاليا في اوتار كتير اتفتحت، وتر زي الوتر ده اتفتح، فهيكون في مشاكل. لو فتح كمان وتر او فتح فايل كمان هيبدأ ان هو يعمل مشاكل اكبر. فحاليا لازم برضه ما يكونش متهور بالشكل ده، لازم برضه يكون هادي شوية ويبقى عاقل في اللعب. طيب حاليا بوبي فيشر اختار نقلة برضه تانية قوية، ان هو يلعب كوين F3. النقلة ديت برضه من النقلات القوية في السيزون. الغرض من النقلة دي ان انا لما عاوز اطلع بالبيشوب، البيشوب بتاعي يكون محمي، بحيث ان البيشوب ده يقدر يدافع عن النايت، لان انا هبيت في مكان ممكن يحصل عليه ربط. فانا محتاج ان قطعي تكون محميه، بحيث ان انا لو احتجت العب كينج اتش 1 واخش بالملك بتاعي جوه اقدر اعملها بسرعه. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انا ممكن احتاج ان انا العب E5. لو انت لعبت B5 مثلا، فممكن ان انا احتاج ان انا العب E5 وهبقى بهاجم الحصان وفي نفس الوقت بهاجم الرخ. يبقى ديت فكرة رقم اتنين، ان هي بتحاول تعطل حاجة زي B5. طيب حاجة كمان ان هي بتساعد كمان اكتر على ان انا ممكن ازق ال F5 وهيكون في ضغط شديد جدا من على فايل ال F. دي كلها افكار، وتوقيت انه يخرج بالوزير دلوقتي توقيت مهم جدا. طيب تعال نشوف هنا فيشر لما لعب كوين F3 تال رد عليه ازاي. هنا تال لعب كوين C7. اشمعنى يا كوتش؟ اول حاجه عشان ابقى مراقب زقه البيدق للاي 5. لو زق دلوقتي ياكل واكل بعدها بكش وابقى مبسوط جدا. فكده انا منعت اول فكره، ان انا منعت زقه الاي 5. طيب جميل. تاني حاجه ان انا حاليا فرضت ضغط على العمود ده، وفي معظم الوقت بتلاقي الكوين من المربعات بتاعته المهم جدا هو ان هو يتحط في عمود زي ده، يعمل من خلاله ضغط. ممكن يوصل مثلا لسي 5، ممكن يضغط على السي 2. وكمان ليه فكره دلوقتي مهمه جدا، بحيث لما الابيض يبيت يقدر يلعب دلوقتي البي 5 بتاعته. ازاي يا كوتش مش في اي 5؟ مش قلت لنا في اي 5؟ في اي 5، بس الوزير موجود هنا عشان يقدر يدافع عن البيشوب اللي يتحط هنا ويهاجم الايه؟ الكوين، فما يقدرش ياكل مني الحصان. تقول لي ما انا ممكن اكل عادي، ما ايه المشكله؟ ولما ياكل وزيري اكل الفيل وطالب الرخ، ولما يجي يمشي بالرخ مثلا في اي حته اكل، ويبقى انا كده طالع معايا 3 حتت باين على وزير. هقول لك معاك 3 حتت على وزير، بس بوزيشن زي ده في بيادق، فمن الصعب انك تتحكم في ال3 قطع بتوعك. وكمان الوزير في بوزيشن زي ده هيبقى يعني
صعب ومحتاج يعني لعب دقيق جدا، وانت مش في حاجه انك انت تخش في حاجه زي كده. طيب فهنا فكره ان الكوين يجي على سي 7، الفكره الاولى ان انا بعطل اي 5. الفكره الثانيه ان انا كمان عايز العب بي 5 عشان اشغل فيه الابيض بتاعي، وكمان ضاغط على عمود سي. طيب فهنا فعلا فيشر كسل، فلعب بي 5 بيحضر لبيشوب بي 7. طيب حاليا فيشر كمل باف 5. ليه اف 5؟ فضي لي المربع ده وافتح لي خانه للفيل، بحيث ان الفيل يقدر يضغط كمان على الحصان بعد ما تزق اي 5. يعني بعد ما تزق اي 5 الفيل ده لما يجي مثلا يتكسر في حصان، هتلاقي الحصان ده بيخش عامل مشاكل كبيره جدا. فهنا كابتن ميخائيل تال قعد يفكر شويه. طبعا النقله دي مش برد عليها باكل، لانك انت كده عملت اضعافات كبيره جدا مش هتقدر انك انت تستحملها، وفتحت للفيل الابيض ودورك اتخرب. فهنا دايما البيضه ده لما بيتزق، يا اما بتحاول تدافع عن النقطه دي لو معاك حاجه تدافع عنها، او انك بتزق كده. غير كده لانك مجبر انك تزق، غير كده انت بتبوظ نفسك على الفاضي. طيب هنا كابتن ميخائيل تال قدم فكره هنا لذيذه جدا، يعني انه هنا قبل ما يزق هنا قرر انه يطرد الحصان ده الاول. قال له طب ما تمشي لي الحصان ده الاول، بحيث لما ازق الزقه دي مفيش حصان يجي لي هنا لاي سبب من الاسباب ويعمل المشاكل اللي ظهرت في الادوار الاولانيه اللي احنا شفناها. فنقله زي ديت مستخبيه، ونقله مفيده، ونقله ضروريه هتطرد الحصان من مربع رخم جدا. والحصان ده زي ما اتفقنا بيبقى مراقب العسكري ده، فلما الفيل يطلع يبقى عامل مشكله على البيدق مع الحصان، ويساعد انك توصل لدي 5 بسرعه. وديت فكره السيسيليان، انك انت محتاج لما يبقى معاك سنتر عاوز كمان تتخلص من البيدق الضعيف بتاعك بانك تكسره في عسكري سنتر للخصم في توقيت صح. ده اللاعب اللي بيلعب سيسيليان يعني بيكون جامد. طيب فحاليا بعد اف 5 طبعا كان المفروض بعد بي 5 على طول النقله دي يلعب هنا اي 3 ويعطل بي 4. كانت النقله دي مهمه جدا، وبعد كده يبدا يفكر في الافكار بتاعته عادي. لكن هنا هو لعب اف 5 بسرعه، عاوز يعمل ضغط سريع. فحاليا تال لعب بي 4، مشي الحصان عشان ابدا العب بيشوب بي 7. فهنا لعب نايت اي 4، فقام لاعب اي 5 الاول مشي لي كمان الحصان ده. فالحصان ده يعني حاليا ما عندوش غير مربع واحد، نايت اي 2. فقام واخد التيمبو بتاعه بالفيل، هات البيدق اللي في الاي 4. فقام لاعب نايت جي 3 حمى البون بتاعه. برضه شكل مشابه للشكل رقم 2، ان النايت موجود على جي 3 بيراقب البون ده، وكمان الفيل ده عاوز يجي هنا عشان يشيل الحصان، وبعدها يفكر في حاجه زي نايت اتش 5. هيبقى شال الضغط الموجود على مربع الاي 4، وكمان شال الضغط الموجود على مربع الدي 5، فيقدر يحط عليه قطعه بعد كده براحته. ففكره الابيض حاليا واضحه. طيب تعال نشوف هنا الاسود كمل ازاي. نايت دي 7، وده اللي انا بتكلم عنه، ان النايت المره اللي فاتت كان في السي 6، فالبيشوب لو كان جه في الجي 5 كان ياكل هنا، ومربع الدي 5 يبقى فيه مشاكل. فهو طلع هنا ميخائيل تان من الدي 7 بحيث انه يفضل مدافع عن الحصان ده، وكمان يفضل مدافع او مراقب مربعات زي البي 6 السي 5 بالنايت. فالنايت ده في المكان ده لذيذ جدا، وكمان بيدافع عن عسكري الاي 5 زياده. لما عاوز ازق دي 5 يبقى في حصان معايا بيدافع عن العسكري ده مع الوزير.
طبعا فكره الاسود كلها نفسه يوصل لدي 5 صح، لو وصل لها يبقى معاه عسكري سنتر، القطعه كلها هتشتغل مع كمان مع الفيل الاسود. طيب هنا بوبي فيشر كمل انتشاره باخر قطعه عنده بيشوب اي 3. فالاسود هنا قرر انه يلعب بيشوب سي 6 نقله في منتهى القوه. بيشوب سي 6 عايز يضغط على الحصان اكتر بحيث ان يعطل الفيل شويه ان هو يتحرك في اي مكان، وكمان يبدا ان هو ينقل الوزير لمربع البي 7، يزود الضغط اكتر على البون. لاحظ ان البيشوب ده طول ما هو واقف هنا مفيش رخ هتيجي تدافع عن البيدق، فالبيدق ده لو اتضغط عليه البيدق وقع. فحاليا فيشر لازم يلعب حاجه زي بيشوب مثلا اف 2 عشان يبدا ان هو يدافع على البون اللي موجود في الاي 4. لاحظ ان الاثنين بيلعبوا وبيردوا على بعض، ده طالب حاجه فبيرد عليها وده طالب حاجه فبيرد عليها، والاثنين ماشيين في استراتيجيه، ده ماشي في بلان وده ماشي في نفس يعني في بلان ليه علاقه بالبلان بتاع الخصم، ده ماشي في حته وده ماشي في ثانيه، في مربع ضعيف بيحاول يلعب عليه، في ضغط على مربع معين بيحاول يلعب عليه، شار بيحاول ينتشر، تبييد يبيد، يعني كله بيلعب بشكل صح، مفيش واحد فكره غلط. ايه كوين اي 5 مطلوبة كمان يا كابتن محمد. كوين اي 5 الحصان مزنوق كوين قطعة. اي 5. فعلشان كده بعد كوين اي 5 دلوقتي على طول تهيألي هنا وايت تو موف. هنا هل الابيض هنا اللي عليه الدور؟ هو الابيض اللي عليه الدور، الاسود مهددها ما انا بيشوب سي 6 اهو بقول هنا وايت تو موف صح؟ لا انت ايوه لعبت بيشوب سي 6. ما هو الابيض لعب بيشوب سي 6 ففيشر لعب بيشوب اف 2 بيشوب اف 2 سايب كوين اي 5. سايب كوين اي 5. فحاليا في ضغط من هنا على البون، يعني قبل ما البيشوب ده يمشي في فكره ضغط من هنا على البون وفي فكره ضغط على الحصان. ففيشر بالنسبه له ده اهم، مشى كده. يا ترى كوين اي 5 دي نقله غلط؟ اعتقد هنا بعد اي 3 لو انا اكلت هيرجع يرجع قطعته تاني صح يا كابتن؟ فبالنسبه له دي التحضيره اللي هو محضرها له لو قرر يلعب كوين اي 5 اي 3. استرداد القطعه هنا شكلها حلو. طيب كابتن طب هو بدأ في بدأ اول لو لعب اي 3 بدأ في بدأ اي 3 الاول، بدأ في بدأ، ولو قلب الرخ دي 5 ما في حصان بدأ في بدأ في حصان هنا بيتشال، بدأ نايت في سي بدأ 5 او بيشوب سي دي 5 تكس حاجه كده. اه ايه الافضل هنا، بدأ في بدأ الاول ولا ايه؟ بدأ في بدأ اكل طالب الحصان، بدأ في بدأ قوية جدا، بدأ في بدأ مزعجة برضه. ممكن ألعب نايت بي 6 نايت بي 6 تسيب كل حاجة كده متعلقة. لا بس بدأ في بدأ، انا ممكن اكل حصان في بدأ. الابيض قبل ما ياكل بدأ في بدأ، قبل ما ياكل بدأ في بدأ يا كابتن. يلعب نايت بي 6 نايت بي 6 كده، ولو اكل الوزير مش مطلوب صح، تاكل هنا كابتن. طب امشي واكل اي بالفيل او بالرخ اي حاجه. امشي لك الاسود والحصان مزنوق اصلا. ممكن امشي بفيل الاسود صح، امشي بفيل الاسود وهرجع اخد الحصان تاني. اعتقد هنا الابيض معاه افضليه يعني. كابتن طب ثانيه عايز احلل حاجه. دي 5 عايز تحلل من اول هنا ياكل يبدا في بدأ. لا هي اسلم واحده نايت سي 5 دي تاكل حصان في بدأ عادي.
E4 حصان في بيدا ولا اي 4؟ E4 اي 4 E4 ولو كلت حصان في حصان. Knight take D5 Queen C7 الاسود في ضحى 6 بالهادئ. ده انا الدور ده الابيض هنا يعني بعد روك دي 1 والحاجات ديت ايه. انت مش مجبر تلعب E4 اصلا، الحصان محمي، مش مضطر كل حاجه تضحي البيضة محميه يعني. اصلا الابيض حاليا برضو بعد مش بيدا لازم في بيدا حصان في بيدا على بيضة طول. في البيضة عادي اكل بالحصان، بس هو ممكن يلعب نايت C5 نايت يحل مشكلته، نايت سي 5 وعايز يهرب حصان في حصان بالحصان وياخد فيل في حصان بعدها محمد طبيعي وخلاص. مثلا، او يمشي بالرخ. يعني في دفاعات، والابيض اتفتحت الافيال، اتفتح لها الاوتار. فكوين اي 5 هنا ميخائيل تال ما رضاش يخش فيها. فيها تحضيرة لئيمة، فيشر لئيم. فهنا مش سهل. اه فهنا تال لعب كوين بي 7. هات البيضة. فطبيعي الرخ ده مقفول عليها 300 قطعة، ما جبش الثانية. اوكي، روك اي 1 ديت ليها لسه عمود مفتوح هنا او عمود مفتوح هنا، ممكن ان هي تلعب عليه لو حصل حاجة يعني من العمود ده. فهنا بعد روك اي 1 حمل بيضة. طيب هل انا دلوقتي اقدر اضغط اكتر على البيضة ليه ولا خلاص كده مفيش ضغط تاني؟ السؤال هنا، هل اقدر اضغط تاني على اي 4 ولا خلاص ما بقاش في ضغط؟ يعني محدش عايز يقول. حصان في فيل، قصدي فيل في حصان وبعديها نايت C5. برافو. فيل في حصان، فلما ياكلني بالفيل فنايت سي 5. طب ولما يجي يمشي بالفيل بتاعه؟ ما انا عملت ايه من عندي؟ كابتن انا كسرت فيلي اللي ضاغط هنا عشان اجيب حصاني طب يضغط انا هنا. ها نايت تيك E4 من الاول، يعني من هنا نايت تيك C4. نايت تيك اي 4 ولما اكل نايت لا بتيجي مع كشة بتيجي مع كشة. ما ينفعش جي 6. يا نهار، او افتح عمود الاف. يعني انت مش خايفه من الفيل ده؟ ها، لا انا مش انا شايفاه السؤال اصلا. دلوقتي بتكلم في نقطه، هل في ضغط تاني اقدر اعمله على الاي 4 ولا لا؟ يا ممكن يا لا. اقدم G5. انا ما بتكلمش ان في ضغط، انا بقول في انك تقدر تعمل ولا لا. لا لا، مش دي مش النقطه اللي ممكن انا عايز امسك اوصل لها. الملك؟ مين اللي قال الفكرة بتاعت حصان في بيضة دي؟ دي روضه باين. طب ما امشي بالملك طالبها. حصان في بيدا، لا ده انا اللي محمود قال حصان في بيدا، وبالتالي روضه قالت فيل في حصان. ولا يوسف، مين قال فيل في وايا حصان؟ كان، لو عايز اعمل فكرة حصان في بيضة يبقى امشي بالملك مهددها. امشي بالملك، ابقى مهدد فكره حصان في بيدا. طيب هنا لما يكون ضغطك على البيدق ده مش موجود انك تاخد البيدق ده، وفي نفس الوقت مش موجود انك تاخد البيدق ده، فدايما بتفكر في دي موجوده ولا لا. اوكي، الفيل والوزير هنا ضاغطين على المربع الدي 5، حصان ضاغط على مربع الدي 5، فقطعك خلاص وصلت ان هي تبقى مراقبه مربع الدي 5. وقبل ما تلعب دي 5 لازم تبص على ده محمي ولا لا. محمي، يبقى الدي 5 هنا مثاليه. عرفت تلعب دي 5 امتى؟ كل شويه بتراقب زقه دي 5
قلت ان من الافكار بتاعتك انك انت نفسك توصل انك تلعب نقله زي دي، نقله زي البي 5. لو بقت موجوده فانت حاليا كسرت سنتر الخصم، شلت ضغط كبير جدا من اللي عليك، وبدات تخش كاونتر بلاي، وبدات انك انت تهاجم زيه، بدات انت اللي تبدا تسيطر على الدور مكان الابيض. فحاليا هنا تال لعب نقله الدي 5. حاليا لو ما كلتنيش انا هاكلك، انا ما عنديش مشكله. فيا ريت تردي لي على نقله الدي 5. فاكل قام واكل بالنايت. حاليا البيشوب والكوين باصين على مين؟ باصين على الوزير. يعني الحصان ده لو في اي لحظه اتشال بالكشف هيعمل مشاكل كبيره جدا على الوتر بتاع الوزير ده. كمان الفيل هنا مرخم ترخيمه حلوه على الحصان ده، يعني الفيل ده ما يقدرش ان هو يتحرك من هنا. الحصان حاليا مربعاته متراقبه، ما يقدرش ان هو يهرب في مربع من المربعين دول ولا المربع ده كمان. فحاليا الحصان ده مرمي على القنار كده، وانا قطعي كلها في وسط الرقعه. التهديد دلوقتي نايت اف 4 نايت اف 4 هو ضاغط في على بيضة. الوزير وضاغط على البيدق اللي موجود. كابتن ممكن نعمل نايت سي 3. الدور على التهديد. مثلا بتفكري في تهديد زي ده؟ عايزه تاكلي ده؟ ها؟ ممكن. في تهديد كده وفي تهديد كده. طيب تعال نشوف فيشر تعامل ازاي مع حاجه زي كده. بكل بساطه فيشر بيحل الامور ببساطه شديده. لعب نايت اي 4. مش المشكله في الكشفه؟ طب اقفل بقى الكشفه دي خالص، واقفل زقه البيدق ده، انه ممكن حتى افكر فيها كمان. يعني الحصان ده بقى عامل بلوك على عسكري، وكمان للكشفات اللي ممكن يعملها الحصان. حاليا ميخائيل تال لقى ان الحصان ده واقف في طريقه، طريق الفيل والوزير، فقال فرصه ان انا اعمل ربط للحصان ده. فقام لاعب نايت اف 4. حاليا الحصان في مربع زي ده خطير جدا، كيلر، حصان كيلر. دايما الابيض مش هيكون مرتاح ان يبقى في حصان في مربع زي ده عند الملك بتاعه، في اي لحظه ممكن يعمل له مشاكل. وكمان النايت ده بقى مربوط، قطعه مربوطه. ففيشر قرر انه يلعب سي 4. وهنا النقله دي علقوا عليها ان النقله دي مش افضل حاجه في البوزيشن، كان الافضل منها سي 3. تخيل، يعني هو بيفكر في الاتجاه الصح، بس ممكن سي 4 تختلف عن سي 3. يا ترى ايه الاختلاف ما بين سي 4 وسي 3 اللي غير مسار الدور بالشكل ده؟ هنا سي 3 ممكن تحرر الحصان، وسي 4 هتخنق الحصان، صح؟ ما هو سي 4 هنا انا كده كده الحصان بتاعي يقدر يجي هنا، يعني في توقيتات معينه ممكن الحصان ده يجي هنا، او ممكن ان انا ازق البيدق تاني فتلاقي الحصان بقى ليه هنا معايا. فالفكره كلها في توقيت النقله دي، لما البيدق يبقى هنا، الفيل حاليا دلوقتي حالا مقفول عليه الطريق. اما سي 3 الفيل مش مقفول عليه الطريق. طب وده ايه المشكله برضه؟ ايه الفرق يعني ايه ده مقفول عليه الطريق وده لا؟ قال لك لما لعب سي 4 هنا تال لقى نقله قويه جدا في البوزيشن بسبب ان الفيل ده مقفول عليه. ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالرابطه الرخمه دي. كابتن في نايت اف 6. نايت اف 6 الحصان ده ممكن يتشال بكش ويهرب بوزيره في بعض الاحيان، بس مش عارف نايت اف 6 هنا ممكن يلعب عليها، او لعب عليها حصان في حصان. بيشوب سي 2 ممكن. بيشوب سي 2 عادي.
ويدافع. انك بتاكل على الوزير ما يقدرش ياكل اه حصانك. هو كده كده فتح مربع يعني الفكرة كلها ان هو ليه علاقة ان البيشوب ده يرجع فين، يدافع برضه عن فكرته الرئيسية اللي هي الحصان المربوط ده. الحصان المربوط ده دي مشكلة كبيرة جدا، هو مش عارف يتعامل معاها. فهنا ميخائيل تال قدم فكرة عظيمة جدا، يعني من اول هنا المكسب. فهل انت هتعرف تجيب النقلة القوية جدا دي اللي هو لعبها؟ يعني نفكر هنا ونحاول نلاقي النقلة اللي لعبها ليها علاقة بالحصان المربوط. كينج اتش 8. هو هنا لعب سي 4. كينج اتش 8. ما انا بقول لك هو هنا لعب سي 4. فكر تاني بقى. جي 6 يا كابتن. صح، جي 6. ايه الفكرة من جي 6؟ ان هو يعني لما لما ياكل يلعب كينج ايه؟ اتش كينج اتش 8 اف نفسه اكل وبعدين ابقى العب سباي اف 5 على طول، مفيش وقت. على طول. ماشي. اف 5. طب ايه الحسبة دي؟ يعني تعال نشوف الحسبة. هنا لما اكل فهو حاسب ان انا هلعب، يعني اكل الاول ولا العب اف 5 الاول. فهنا لما لعبت اف 5 على طول، فهنا القطة ممكن ياكل. دايما لما بنكون بنلعب في بوزيشنات شبه دي ويبدا ياكلك هنا، دايما بتفكر تخش الملك جوه على طول، تخش كده بحيث ما يبقاش فيك كشاف من على الفايل. بس فعلا هنا لو قتل بالملك على طول مفيش كش الوزير من هنا ولا من هنا بسبب الحصان ده. ولو قرر يزق على الحصان هتاكل فيه الحصان والدور نص. ممكن نعمل نايت اتش 3 تشيك. نايت اتش 3 لما يجي يمشي يبقى طول الكش من هنا.
معايا؟ اه فعلشان كده انا لازم افضل مراقب المربعات دي. اخد بقى الحصان، هات وزيرك، وزيرك ده هيروح فين، وبعد كده ممكن اقفل كمان الدايجنال وكمان افكر ده بقى بالكش براحتي. طيب فحاليا بعد F5 عنده اختيارين، يا ياكل يا يزق ويبقى طالب الرخ. ده كل ده عشان يحاول يحرر الايه؟ الحصان ده. طب لو اكلت الاول وعايز العب F5 الخطوه الجايه، وممكن ساعتها تعطلك. اوكي؟ عشان هتخش بقى في حسابات. ف يعني احيانا بيبقى مفيش وقت تلعب على النقله اللي موجوده. حاليا لما اكل في فرصه انه يلعب F5 دلوقتي، ما ياكلش، يلعب F5 على طول. وهنا فيشر اختار انه يلعب G7 زق على كابتن، طب انا عايز اسالك سؤال. اه هو لو ما كلش، يعني ما كلش بيدا الاف 5 ولعب مثلا ايه؟ اف 6. F6 على طول. مش ده ايوه يعتبر يعني ده بيبدأ ببلاش؟ بس انت ما خدتش القطعه يعني. ماشي كمل. الفكره مش في القطع، الفكره في ما وراء. صح؟ مش الفكره ان انا اه كده ده والكيشن هنا مش هتبقى معاك. حلو. صح؟ انا اصلا طالب اسحب فيلي وازق اف 5 برضه. فكر كمان في G4. كنت عايز اقولها برضه بس مش عارف، ببص على الملك دي. هتلعب ايه؟ نايت F3 كاش ملهاش لازمه، هياخد الوزير برضه، هتاخد الفيل حصان، يعني ملهاش لازمه قوي. لا بس نايت F6 دلوقتي الوتر ده هيموته بقى، نايت F6 هيكسر ويهرب وهيبقى. اوكي سهل ان انا اعمل ضغط عليه، يعني اجيب الرخ في العمود. نايت F6 مينفعش بدأ في بيدق بعد كده كينج H8. مظبوط. نقلة جامدة جدا. ونايت F6 مطلوبة حاليا. دور صعب جدا على الابيض، فتح على نفسه الدور بايظ. فهنا فيشر غصب عنه لازم يخش في الاكله، لازم. فلما لعب F5 فزق. ليه زق؟ عشان يحاول يخلي الملك ده واقف في عمود يقدر يهرب من خلاله الكش. بس برضه ميخائيل تال مشى. حاليا ده عمود هيبقى قوي جدا للركن. حاليا هات الحصان. فالحصان حاليا ماشي من على C5، فقام واكل فيه الحصان، قام واكل بالبيشوب، قام واكل بالنايت، قام واكل بالحصان، وهنا قام لاعب. طب ليه مش روك G8 على طول يعني؟ وزير مطلوب. مش هخلص الاول الكلام ده. وزير مطلوب تمام ماشي. كده. الوزير عايز بقى ان انا ممكن اي كشف ممكن تعمل تبهدل الدنيا وحامي كمان البيدق. مش ممكن نعمل كوين بي 6؟ كوين دي 6 عايزين ناخد الحصان يعني. ايوه ممكن ياخد هنا يعمل صح. حتى لو مفيش روك تيك ممكن اساسا كوين اف 2. ممكن دي تبقى موجوده. هو هنا لا لا بس رجع كده يا محمد، رجع نقلتين. كلب الفيل، ايوه فيل في فيل، ايه؟ فيل في حصان، فيل في حصان، فيل في روك G8 على طول. لما كان بقى بالفيل مفيش تيمبو. لما كان صح. هنا روك G8. روك G8 على طول برضه دي نقله موجوده. طب هي يرد عليها بايه؟ مش عارف. هل ديت موجوده حاليا؟ مش وقت لأي حاجة أصلا، والجي 2 ده ولا حتى دي؟ صح.
دي مش موجودة برضه. في نايت حامي كله اصلا. طب هحلها ازاي دي؟ فعلا يعني دي هتتحل ازاي؟ مش عارف ايه الداعي ان انا اكل حصان في فيل واخلي الحصان يجي عليا بتيمبو واضطر اتحرك بالوزير بدل ما ابدا هجوم يعني. هو خلاص كاتب الفيل، مش لازم بقى ان انا اصفي. وحصاني حامل اي 5، ايه اللي خلاني اكل انا حصان في الفيل؟ لا دي مش عارف الصراحة هنا. هي واحدة كده طب تعالى نشوف كانت. كده، هل في حاجة يعني الأبيض هنا مخبيها؟ شوف الإنجن -7. يعني هي البيست اكل اما كلب الفيل اكله ولا العب روك جي 8؟ بيست اللوجيك هنا. صح. لا هنا روك جي 8 البيست، في بيشوب اكس جي 2، اه في روك مش زي داعي لحصان. مفيش داعي فعلا، مفيش داعي فعلا. روك جي 8 خلاص. اه فعلا روك جي 8 بتخلص على طول. انا قاعد اقول برضه مفيش نقل. هنا هو لعب نايت بيشوب اكل. تعالى نشوف التكمله اللي هو لعبها. كوين سي 7 حمل بيدق، فالتاني ماشي بالوزير بتاعه، فقام جاي حامل بيدق، فقام لاعب روك اي 2. ايه ده بيديني رخ ببلاش؟ لان لو انت مثلا قررت تاخد البيدق هنا بكل بساطه هيبدا ان هو يطلب مات، ولو زقيت فيش، ولو مشيت اف 4 دي خلصت الدور. عايز تفتح عمود الرخ والدور باظ. طبعا لو ما قتلتش البيدق ولعبت مثلا جي 3 على طول فيش وبرضه اف 4 خلصت الدور. فحاليا بعد روك اي 8 ولعب روك اي 2 عشان يدافع عن مربع جي 2، فهنا قام واكل الرخ فاكل بالوزير، فقام لاعب بيشوب جي 2 على طول وضاغط على الحصان. طبعا لو اكل في رابطه لو حد او لاعب بوزيشنال كان ممكن يلعب حاجه زي كده روك جي 8 على طول، ولما يجي هنا ممكن ساعتها كان يجي هنا ويبقى طالب مثلا كش من هنا ولا حاجه، وكده كده شايف نفسه بيكسب فمحتاج انه يضحي. لكن طبعا ميخائيل تال ما عندوش الموضوع ده او الثقافه دي. هو عنده طالما الدور بيخلص فيخلص بيشوب تيك جي 2. هنا اكل البيدق فقام ماشي بكش، اكل الفيل. طبعا احنا لو بنلعب هناكل الحصان وبتاع، لكن طبعا في هنا فايل مفتوح، خد الكش بتاعتك. حاليا بتموت الملك اساسا. طبعا لو راح كينج اتش 1 كش ملك مات، فهنا لعب كينج اتش 3. طبعا احنا لو بنلعب بناكل برضه الحصان، وما كانش الحصان جه هنا ضاغط على مربعين محميين ومربع طالب منه كش مات، فحمى المربع بحيث لو جبت كش يقدر ان هو يغطي. قام لعب روك اي 6 ملهاش حل، سلم فيشر في الدور. فيشر كان صغير اكيد في